ما جديد. من خلال نقاشنا خلينا نطلع شوي من الأوبرا، وفيك تستشهدي بالأوبرا إذا بدك. كنت إذا بقدر أقول إنك أنت من دعاة الحب والمثالية. خبرتيني عن تصورك للحب وقلتي إنه الحب مش ليعبي النقص. صح. أوكي. أنا برأيي المتواضع إنه الشخص بده يكون هو مكتفي، يعني بده يكون هو مرتاح مع حاله، بده يكون هو بحب حاله، بده يكون هو ملاقي حاله أو عم بيلاقي حاله. كلنا كل يوم بنشتغل على حالنا، بس ما بده يكون عم بينبش على الحب لأنه عنده نقص معين بحياته بده يعبيه، وهيدا الشخص يلي رح يتعرف عليه هو رح يعبي له هيدا النقص. هيدا منه حب. طيب خليني نفوت أنا وياكي أكثر. مش بحاجة للآخر ليسد هيدا النقص، فكيف بده ينعجب أو يعطي فرصة للآخر؟ لا يعني بالعكس. أنت وقت تكون ممتلئ ما بتجذب شخص منه ممتلئ. هي على فكرة يعني أنت وقت تكون ممتلئ وبتعرف أنت مين وشو بدك بالحياة وعم تشتغل على هيدا الشيء ومحاط بأشخاص بيحبوك وعائلتك بتحبك. يعني أنا عم بحكيك يمكن كتير أشياء مش كل الناس عندهم إياها أو عندهم نقص فيها، بس إذا صح لك إنه تكون أنت قدرت توصل لمحل بحياتك تعرف مين تحط حواليك ومين بيحبك ومين ما بيحبك، وتقدر عن جد تركز على أنت شو بتحب تعمل بحياتك. لأنه بالنسبة لي كل إنسان على هيدا الأرض عنده رسالة، وقت يلاقي رسالته وهو ليش موجود ليترك أثر معين، أثر أكيد إيجابي. للأسف مش كل الناس إنه بتفكر بهالطريقة، بس أنا كتير بشجع كل شخص هلأ عم يسمعنا إنه يرجع لحاله ويشوف هو مين، شو بده يكون وشو بيحب يعمل. وقتها هو يكون عم بيشتغل على هيدا المسار ما رح يخلي شخص ضايع أو مثلا شخص كيف بدي أقول لك يعني دقيق السؤال، لأنه أنت إذا بتعرف حالك شو بدك وغيرك جاي مثلا بده جمالك، بده بس جمالك، بده موقعك الاقتصادي، بده ذكائك، بده موقعك الثقافي والاجتماعي، بده يحصل على شيء متعة ما من خلالك بتعبي له النقص يلي فيه، يلي هيدا النقص يلي هو يلي جذبك لحتى اللي يمتلئ، هو يلي جذبه لإلك حتى يمتلئ. انت عم تيجي تقولي لي انه لازم انت تكوني ممتلئة، الاخر لازم يكون ممتلئ. صح. لازم تلتقوا بوسط الطريق. يمكن هيدا الشيء يصير مع الوقت، يعني كتير معقولة بس تكون واضحة انه انا يمكن اتعرف على حدا بعد ما مش عارف شو بده بالحياة، بس على هالمسار وبهيدا التفكير. هي كتير مهمة. يعني انا ما بقول لك انه انا اذا ما تعرفت على شخص هو عنده اهم شركة انا ما بيعني لي، لا مش انا بحكيك تفكير، طريقة تفكير و perception of life، انه هو لوين شو بده يعمل بالحياة، تقدر تبني علاقة. اكيد شو طموحاته بالحياة، لانه العلاقة هي لشخصين، هي بتخص شخصين، بس هي بنفس الوقت بتخص شخص وحده والشخص الثاني وحده بالعلاقة. طيب انت بتضمني حالك انه انت تقدمي هيدا الحب. نعم. اللي هو اللي حكيتي عنه بتصورك انت. كيف تضمني الشريك يكون عنده ذات التصور تبعك، خاصة اذا عرفنا انه الاخر سر؟ ليك ما بضمن، لانه هي مشروع، يعني واحد بده يتعرف على الثاني. ما هو عرفت قصدي يعني انه انا ما في هيك اقعد مع حدا انجذب له اقول هيدا هو شريك حياتي. ما هو مشروع بدك تتعرف عليه، بدك تاخد وقتك، بدك تشوف مع الوقت هو كيف بيتصرف، شو بيحب، شو افكاره، شو عنده الاشياء اللي بيبني عليها حياته، شو القصص المهمه بحياته. هل نحن بنتفق على الاشياء الاساسيه بالحياه؟ كل انسان عنده اشياء اولويات، يمكن انا اولوياتي بتختلف عن اولوياتك. انت بدك تبلش تاسس انه عندك الاولويات اذا موجودين فيك تبلش تتنفس، بلش تاخذ وتعطي، بتقول انه اوكي يا ترى يمكن نكفي لقدام. ومع الوقت هو بيبين لك والاكسبيرينس اللي عم تقطع فيهم انت وياه لهذا الشخص بيوضحوا اذا عن جد هذا الشخص انه
حابب يكون معي وانا حابب يكون معه، وعبالنا نبني شيء سوا. بس هي بدها وقت. كل ما هالعلاقه قويت وكل ما صار في ثقه بالشخص الاخر وكل ما صار في راحه. ليك هي الراحه، انا مره قلت لك الراحه بدها تكون موجوده من الاول. يعني عرفت، بدك تحس انه انت مع هيدا الشخص، انا هيدا رايي، مرتاح معه من الاول. الراحه ما بتجي مع الوقت، عرفت قصدي؟ هيدا رايي. دونك وانس في هيدي الراحه، انت انه هالراحه عم تعطيك حماس وجرأه، لانه بدها جرأه انك تخوض وتروح لقدام. هيدا مش ممكن بلحظه ما، بسياق ما، بمكان ما، بزمان ما يرجع كل هيدا الشيء ينهار تحت وطأة اي تدخل او عامل خارجي او داخلي. ليك حسب الشخص. اذا هيدا الشخص، ليه عم بقول لك كثير مهم الواحد يكون مليء، لانه الانسان المليء يلي بيعرف حاله مين، بيعرف حاله هو شو بده، واذا هو مع هيدا الشخص لانه مقتنع بهيدا الشخص، لو شو ما صار، لو شو ما اجى من ذبذبات، ما مفروض تاثر عليه. اذا هو عم نحكي عميق ومليء he's an honest person تجاه نفسه بالاول وتجاه الشخص الثاني. الكوب المليان من الحب، تصور تعولك اذا فيني فسر. بس الحب مش كافي. اوكي، بس اقول لك يعني انت بالنسبه لي انت عم بتقلي انه كانه نحن رايحين على علاقه، وهيدي العلاقه ما في شيء رح يدمرها ورح تكون بيرفكت. هيدي العلاقه بدها تقطع بكتير ups and downs، بس اذا هيدي العلاقه متينه من هول الشخصين لانهم هن عارفين شو بدهم ومقتنعين بحالهم وبالشريك تبعهم، رح يقدروا يخوضوا الابس اند داونز سوا. انا قلت انه شخص ممتلئ وبيعرف هو شو بده وما عنده نقص جاي يعبيه او ناطر الشريك او حدا يتعرف عليه يعبي له اياه لهالنقص، هو شخص مؤهل انه يقدر يعرف مع مين يكونوا باي علاقه يخوض. اوكي، انا هيدا اللي عم بقول لك عنه. أوكي. لانه كل ما تقرب من حالك ومن انت شو بتحب ومن انت شو مسارك ومن انت شو رسالتك بهيدي الدنيا، كل ما انت تكون عم تقرب للايدنتيتي تبعك. انت بدك تشوف هيدا الشخص اللي قدامي هو جاي من اي باك جراوند. يعني هو ربي باي عائله، يعني ربي بعائله مفككه. اذا افترضتي مثلا انه شريكك اكتشفته بعد 2-3 من العلاقه ما بيجيب اولاد وانت بدك اولاد، نحن صرنا بعصر متطور، فيك تعمل فحوصات وفيك تتهيأ لهيدا الشيء. واحد، هي بالاول. اثنين، كتير معقول انه بعد الزواج يطلع انه صعب نجيب اولاد سوا. فينا نجرب اذا نحن عندنا مشروع انه نجيب اولاد. كتير معقول انه اذا ما مشي الحال، اذا حابين نتبنى. يعني في كتير. مش ممكن يكون واحد من الخيارات ننهي الحب؟ انه نحن اذا من الاول مش محضرين حالنا وحاكيين بالمواضيع المهمه بالحياه لهيدا المشروع، ليه بدنا نوصل لمحل فجاه انه انا ما كنت عارفه؟ ليه ما بدي اعرف؟ ما هن خصهم بي انا مشروعي. تبقى نحن اذا مش متفقين على هاي النقطه، يعني انا مثلا انا بدي اتجوز انا شخص، اوكي، وانا حابه اجيب اولاد وغيري والشخص الثاني منه حابب يجيب اولاد، ليش عم نتجوز؟ انت قل لي. او انا مثلا بدي اتجوز، انا بحال ما جبنا اولاد او ما قدرنا او صار شيء، هو ضد انه يتبنى انا معه. ما هيدا اللي انا عم حاول اوصل لك اياه. يعني اللي عم حاول اقوله انا انه مين بيقدر يحصي كل هالتفاصيل الحياتيه بين شريكين؟ ما انا هين عم بقول لك ما فيك تحصي كل شيء، بس هول امور عريضه، نقط عريضه بالحياه وبمشروع الحياه. يعني انت ما فيك تقول لي انه انا ولا مره حاكي انا وشريك حياتي اللي عبالي كفي معه نكفي حياتنا لقدام، انه ولا مره حاكيين عن شو بعرفني الاولاد او عن كيف بنحب نعيش، شو نطمح. بس هو اذا بيحبني وعن جد حقيقي حبه، مش انه هو عم بيكون مع حدا بس تيكون مع حدا. يا فراس، ما هي كتير مهمه. ليه عم بقول لك انه برجع لقول لك انه الشخص منه جاي يعبي لي نقص، لانه في استبدله بمين مكان اذا عم بعبي لي نقص، لانه هيدا النقص عبالي مرحله شورت تيرم،
بعدين لقيت حدا تاني عم بيعبي لي نقص اكبر، بتركه بروح على حدا تاني. انا اذا ما عندي هالنقص يلي انا بحاجه انه شاب يعبي لي اياه، انا عبالي يكون بعلاقه مع شخص يكمل الشيء اللي انا فيه ونأسس سوا. وانت الحياه فيها مصاعب كثير ومواقف كثير ومحطات كثير، كيف برايك لازم الشريكين يتعاملوا مع المساله؟ اذا ما في حوار ما فيك تبني شيء. بس بدهم يتفقوا على كل شيء تقريبا، على الاشياء هن بيشوفوا بين بعض، يعني انا يمكن انا وياك اذا كنا سوا انا بيهمني 5 اشياء هو اساسيه بحياتي، ثابت انه نحن متفقين عليهم، انت كمان هون بيهموك، وبتبلش تبني وبتزبط وبتصير انه بتنتبه للقصص اللي ما بتزعج غيرك، بتنتبه بس ما بتغير حالك. يعني الشخص اللي بوجهي بده يحب لي سيئاتي تيقبلني ويستحقني بايجابياتي. انا قلت لي سر، كل واحد فينا سر. طب ما هيدا السر مش جاي انا افضح حالي دغري، جاي اشوف هل يا ترى هيدا المشروع يلي انا عبالي فوت شراكه مع شخص، هل يا ترى اهل انه انا بلش فضفض حالي وكون مرتاحه مع حالي؟ للاسف نحن بمجتمع الطلاق فيه كثير هين. كيف بيأثر هيدا على العلاقه، على تصورك للعلاقه وعلى ليك هيدا انتماسك بالعلاقه؟ انا بفتكر هيدا بيحمي خيارك. يعني انت قد يكون عندك صوره حلوه هالقد لاهل الله يطول عمرهم، يعني الله. انه حبوا بعض، مش انه حبوا بعض ها عم بيرقصوا كل وقت سوا، حبوا بعض يعني كان في تضحيه، حبوا بعض يعني مش حيلا خلاف او حيلا شيء مع واحد ما عجب الثاني برم ظهره فل، حبوا بعض لانه جابوا اولاد وهول الاولاد انتبهوا لهم وحياتهم عاشوها كرمال هالاولاد وكرمال هالثمره. هيدا اثر عليك بانه عطاكي؟ هيدا عطاني اذا بدك قوه كثير او كثير كبيره، يعني مثل حصنني اذا بدك، لانه يعني البيت بعائله صح، البيت بعائله ناس بتحبني، يعني عندي اكتفاء، ما عندي نقص رايحه اعبيه. هيدا اذا بدي شوي احكي قارن. بنفس الوقت ما راح اقبل على حالي انه اكون مع حيلا حدا بس حتى اقول اني انا مع حدا. اذا هيدا الشريك اللي بدك تكوني معه كمان كان عنده مخيلته او نموذج للوالدين، في طلاق او في نعم. تفكك، منا يعني ليك منا ممكن يأثر؟ اكيد بيأثر، منا او بيأثر على خيارك لتروحي تختاريه او لا؟ حسب. رح اقول لك شغله، لقلك انه انا ماني حدا عم نبش على كل شيء بيرفكت. انا اذا لنقول بير اكزامبل تعرفت على شخص اهله لسبب ما طلقوا، وهو يمكن اكيد الولد بده يعيش تروما معينه، قد ايه هو طلع منها هيدي التروما، قد ايه علاقته حلوه مع بي وامه لو هن مش سوا، وقد ايه هو اشتغل على حاله وعنده نظره حلوه لامه وحده ولبي وحده. هيدي عن جد بترجع لهو الشخص. في كثير اشخاص رح اقول لك شغله ربيوا بعائله الاهل متفقين وبيحبوا بعض بس كانت خياراتهم سيئه، يعني كله وارد. وفي كثير اشخاص ربيوا بعائله كانوا مع اهل مش متفقين وصار في زعل، وهذا الشيء علمهم، كان شيء كونستراكتيف لهم، لانه علمهم انه لانهم تعذبوا ما حابين يكرروا هذا الشيء اللي صار بعلاقتهم المستقبليه، فاشتغلوا كثير على حالهم، واذا بدك اخذوا وقتهم لحتى وما بيقبلوا انه يكونوا مع حدا بس لانه عرفوا شو يعني زعل. هل يحق للانسان انه هو يكون بقلب علاقه ويفيق الصبح يقول انا ما عادش بدي؟ انتهى الحب؟ صعبه هيدي، انه واحد وعيت ما كنت بالمود قررت غير. لا تتخيلي حالك بيوم من الايام نايمه بتختك ولقيتي الصبح لقيتي انه شريك بالعلاقه او بالحياه او زوجك هيك فجاه لبس الجاكيت، حط البرنيطه على راسه، حط الشال، حمل حاله. هيدا شو؟ هيدا فيلم. فيلم وين جاي؟ منه جاي من فراغ الفيلم. اوكي، وانا هون لقيت انه هيك ببساطه هلا اوكي رح فوت معك بالمشروع. اخذ قراره، الله معه والله يوفقه. عم تفهم قصدي؟ يعني انا بطمح، رح لك شو انا بطمح، انه اذا لقيت شريك بيخليني حب انه فوت بهالشراكه انا وياه
وانه نعمل شيء سوا. اذا لقيت هالشخص بيكون كتير حلو، عرفت؟ اذا ما لقيت هالشخص ما راح انه اقول لا بس ما بدي اقعد وحده لانه لازم شو ما كان. وانا اذا هذا الشخص لقيته وكنا بعلاقه وفتنا بهيدا المشروع سوا ولا سمح الله صار شيء خارق عن الطبيعه، مش انه وعي الصبح كان مفقوس قلت له ليك ما بدي ما لي جلاد اشوفك مفقوس بدي فل، عرفت؟ يعني صار شيء خارج شوي عن الطبيعه وعن يمكن انا الفاليوز اللي عندي، اكيد لازم ما نبقى سوا. بس انا لاقلك انه انا بفوت بمشروع مع شخص حتى اوريدي براسي انه يمكن يصير في طلاق، يعني في مشكله. يعني اذا ديجا هيدي الفكره موجوده انه انا يمكن طلق، ما لازم اكون معه لهالشخص طبعا. يعني في ريد فلاجز. انا ما في اثنين بفوتوا بعلاقه بروح يتزوج وحاطين ببالهم انه ممكن بكره انا طلق. بلا لازم تعمل المقابله مع حدا يقول لك انه انا رغم الريد فلاجز اللي كنت شايفتهم يكون عنده هدف، يعني كنت شايفته ما بعرف. في ناس بتقول لك رغم كل هيدا الشيء انا بدي كان ابقى وضل بهالعلاقه وكفي فيها لانه ما بدي اعيش وحدي. هيدي شغله من الاشياء اللي بتخليك، عرفت قصدي؟ يعني مش عم بقول لك بده يكون واحد ممتلئ بحاله وبيحب حاله، مش بيحب حاله يعني بدمر غيره، بيحب حاله يعني عم بيتعرف على حاله وعم بيعمل منيح. هيدي كثير مهمه. والشيء اللي عم بيعمله رسالته بالحياه تكون شيء لشيء احسن، وعم يمكن اذا ما عم بتساعد العالم عم بتفرح عالم، اذا ما عم بتفرح عالم عم بتفيد. ما بفتكر انه اذا شخص كان على هيدا المسار رح يحب انه يفوت على حاله شخص يدمره، او رح يحب انه يفوت على حاله شخص يضيعه. طب ما هو ملاقي حاله، معقول يسمح لحدا يقول له تعال بدي ضيعك، يقول له ايه عبالي روح معك يلا. من هذا المنطلق انت بتعطي الثقه، ما بدي غالي. بس اقول لك ليه؟ لانه انا لاوصل لهالمرحله انا كثير تعبت على حالي، انا كثير تدمرت على العلاقه، كثير اجى ناس دمرتني. انا ما وصلت هيك انه واو انا يقف شو قويه، لا. وبعد لهلا معقول في اشياء تدمرني اقل من قبل، يمكن بتاخد معي وقت اقل انه اطلع منها، فكر فيها بطريقه مختلفه اكيد. بس طب العلاقه قد ايه من 10 بتعطي ثقه العلاقه لشريكك اللي انت وياه ماشيين بهذا المشروع؟ ليك هي الثقه مراحل. أوكي. عرفت يعني انا اول مرحله نقول ارتحت له هالشخص وارتاح لي، بلشنا يصير عندنا نوع من الراحه. هيدي قلت لك عنها كثير مهمه بتكون موجوده، طمأنينه. يعني انا مع هالشخص مرتاحه، ما عندي شك، مرتاحه. هيدا الشخص بيريحني، انا اصلا وحده مرتاحه لانه الاخر هو مرتاح مع حاله. لانه انا اذا ما كنت مرتاحه مع حالي انا هلا في راس لو اقول ماني مرتاحه على حالي مش عارفه شو بدي وضايعك بتتعب معي. تعبت انا معي هلا انا تعبت انا عم شغل لك ما جديد. انا كثير مبسوط ان شاء الله بشوفك بعد 3 أو 4 سنين بس تيجي على لبنان هيك تكوني. مش هالقد رح اجيب على لبنان بس انه بس ايه بقى انه يعني الحمد لله عم بعطيكي 5 سنين لحتى تغيري مبادئك يا ليك ما تتعب ما تتعب. شكرا كثير لك. ميرسي لك فراس، ثانك يو سو ماتش. وانا كمان وموفقه برحلتك. ميرسي كثير. وشو بدي اقول لك، انبسطت كثير بالدردشه. وانا كمان عن جد هيك كانت سبونتينيوس كثير وهيدا الشيء كثير بأثر فيه، لانه انا بحب ارجع شوف العالم يلي تركوا اثر بحياتي حلو او ذكروني باكسبيرينس فتت فيها، عرفت. وانا كثير مبسوطه انه رجعت شوفك وعم شوف قد ايه عم تعمل اشياء حلوه، وقد ايه لاحق الحب يلي هو حب الذات وحب الشغف. موضوع كبير وموجود وين ما كان، بكل شيء يعني عن جد بكل شيء، منه بس محدد بكوبل. هذا شيء كثير مهم. طيب ثانك يو كثير لك. شكرا.